بص يا جدعان، والله اخر فيديو بس هو سؤال بس مجنني. يعني الراجل دوت لما قال الماتش اللي فات انتوا فرقه ملط، يعني ليه جمهور الاهلي زعل واعترض وقال لك لا وايه اللي انت بتقوله دوت وفرقه مين اللي ملط وانت راجل مش عارف ايه؟ الراجل ما غلطش يا جدعان، والله الراجل ما غلطش بجد، الراجل قال الصح. انتوا فرقه ملط. الكوره عمرها ما كانت بالاسماء ولا عمرها كانت بالنجوميه ولا عمرها كانت انت عملت ايه. الكوره دايما اسمها انت هتعمل ايه. كل اللعيبه اللي بتلعب في الاهلي اللي انت شايفها دي اللعيبه الشبعانه، لا مش شبع بطولات، اللعيبه دي شبعت فلوس. زمان اللعيب كان بيحب يحافظ على نفسه ويقعد اكتر وقت في الملعب علشان خاطر يقدر يحافظ على مستواه، علشان خاطر يفضل يلعب في فرقه زي الاهلي وزي الزمالك، عشان يقدر يعمل فلوس، يعمل اسم لنفسه علشان يأمن له مستقبله بعد كده. لكن لما اللعيب ياخد له 50 و60 و70 مليون في السنه، اللعيب في سنه واحده بيأمن فيها مستقبله، مستني منه يلعب كوره ليه بقى؟ ولا مستني منه يعمل ايه؟ اللعيبه في الاهلي جالها حاله اشباع. على فكره ممكن وارد يكون بيحصل ده برده في بيراميدز، مش هقول لك في الزمالك لان الزمالك مثلا يعني اعلى مرتبات خالص، لكن انا بكلمك على اللعيبه السوبر ستار، امام عاشور، زيزو، تريزيجيه، مروان عطيه، اليو ديانج، بن رمضان. بكلمك على لعيبه بتاخد ملايين الملايين فعلا في الموسم، مش بقول لك يعني 10 مليون ولا 12 مليون، لا اعلى بكتير. معنى كلمه انت فرقه ملط، انت مش فرقه ملط بالاسماء، لا بالاسماء انت عندك لعيبه كويسه، لكن بالاداء في الملعب فانت حرفيا فرقه ملط. كنت شايف بدل ما جمهور الاهلي يروح يدافع على اللعيبه مع لما الراجل ده اتكلم وقال لا، كان يعني المفروض يقولوا له بص انتوا خليتوا الراجل ده يقول علينا ايه، مش تهاجموا الراجل، وانتوا حقيقي فعلا فرقه ملط. الراجل ما كدبش في حاجه.